مساء الخير حبايب قلبي، عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ وحشتوني كتير. ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو النهارده جميل 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 جميل. هتعملي لنا ايه يا هوبه؟ هعمل لكم حبايب قلبي هوبه حلويات وبسكوت الاوريو بمناسبه بقى ايه كاس العالم، وبمناسبه فوز المغرب، وبمناسبه ان اوريو كمان بقى بيشجع كاس العالم ويشجع المونديال. احنا قررنا كمان ايه، نشجع اوريو ونعمل منه حلويات. طبعا وصفه سهله جميله خفيفه ولذيذة موت، هتعجبكم جدا. بس الاول ايه، ما تنسوش بقى اللايك والشير عشان يوصل لكم مني وصفات كتير. معاكي ايه يا هوبا؟ معايا علبة بسكوت اوريو يا قلب هوبا، زي ما انتم شايفين كده. بصوا جميلة جميلة تحفة، جدد من نفسه كده واتطور وبقى خطير، وعليه بقى ايه شكل كورة بقى، وجمعي كلمة جول. بصوا جميل، الولاد بيموتوا فيه طبعا الايام دي، شكله حلو. تمام. وبينه وبينكم يعني، وبرضه هو مغذي ومفيد يعني. فهي ايه، وصفة لذيذة وساقعة يعني كمان ايه، يعني هي كانت عايزة الصيف الصراحة، بس إيه، هي خفيفة من خفتها، تتاكل صيف وشتاء. زي ما انتم شايفين، جبت كيس بلاستيك، سواء كيس تلاجة او اي كيس عندك، تمام، ابيض كده نضيف وحلو، وتروحي مفضيه فيه البسكوت. طب انت بتعملي الخطوه دي ليه؟ وبتعملي ليه كده؟ عشان خاطر ايه؟ انا هدقه، بس انا عايزاه خشن، مش عايزاه ناعم. تمام كده، تمام. انا ممكن احطه في الكبه، بس الفكره ان انا لو حطيته في الكبه يبقى ناعم قوي قوي، لدرجه ان هو يبقى عامل زي حبيبات الرمل. تمام. دي الحاجه التانية، البسكوت بتاعي جايباه بالكريمه، في منه بالشوكولاته، بس انا ما حبيتش عشان خاطر برضك ايه، هنحط شوكولاته هيبقى تقيل قوي. الفيديو بتاع النهارده تكمله الفيديو اللي فات، اللي هو كان بتاع ايه، ازاي تعملي الشوكولاته في البيت. تمام. هنزل لكم اللينك بتاعه للناس اللي ما شافتهوش، يا ريت تخشوا تشوفوا. ولايك وشير عشان برضك ايه، يوصل لكم مننا وصفات كتير. هدوقوا يا امارات زي ما انتم شايفين كده، ده خشن، انا عايزاه خشن. تمام. كل ما كان خشن، كل ما كان ألذ واحلى، وتحسوا بيه كده بيبقى جميل قوي قوي قوي، كأنه زي قطع الشوكولاتة بالظبط. هجيب بولة كده بقى ودقيته زي ما انتم شايفين، وهنزله كده ايه في قلب البولة. تمام. هفضي الكيس كله كده بالراحة خالص. انا عايزه اقول لكم تحفه تحفه تحفه، الوصفه دي جميله. معلقه زبده صفرة كده، وتدنك ايه، قلبي فيه قلبي فيه قلبي فيه. ممكن تحطيها سايحه براحتك، ممكن تحطي معلقتين زيت براحتك، بس الفكره ان انا حطيتها كده عادي، وهي ايه سايحه اساسا، يعني كريمي ناعمه كده شويه. هديله تقليبه فيه. دوت كريم شانتيه انا كنت عاملاه، بصوا جميل ازاي. لا هو تقيل قوي القوام اللي هو الجابس قوي ده، ولا اللي هو السايح قوي اللي هو ايه، كريمي شويه ناعم. لا، انا عاملاه وسط يا جماعه. تمام. الفكره ان هو يكون وسط، لا تقيل قوي ولا خفيف قوي. بصوا قوامه عامل ازاي، قوامه تحفه تحفه تحفه. دول بالظبط حوالي كيسين كريم شانتيه. تمام. طبعا لبن مثلج وكده، هو طبعا بيبقى ايه شجري، فمش محتاج. هننزل بقى بكميه كده من بسكوت الاوريو على الكريم شانتيه. خطيره والله يا جماعه، وصفه تجنن من جمالها. لا تقولي لي بقى جاتوه، ولا تقولي لي مش عارفه ايه، بصوا كانت عسل بجد. هدي تقليبه حلوه كده في الكريم شانتيه مع بسكوت الاوريو اللي انا حطيته دوت، تمام، بحيث اقلبهم كده شويه. هيديها على فكره برضو، هيطري البسكوت وبيديه زي ايه نكهه الشوكولاته، يعني بيخليه شوكولاته شويه. تمام. بصوا جماله تحفه. هو مش هيغير في اللون، بس مديله برضو بشكل حلو. بصوا الجمال ما شاء الله، روعة روعة روعة. هعمل ايه دلوقتي؟ هجيب الكوبايات بقى بتاعتي. دوسي بقى لايك يا قمر، بقول لك دوسي لايك. تمام. هجيب الكوبايات كده، اي كوبايات بقى عندك. هروح ايه نازله بكميه من البسكوت الاوريو، زي ما انتوا شايفين كده في القاع من تحت، الكميه اللي انت عايزاها، يا ريت مش كتير، يعني حبه، لان احنا هنعمله نظام طبقات. تمام. يعني نظام طبقات. حطيت كده اول طبقه، حاولي بقى تثبتيها كده شويه، وروحي نازله بيه كريم شانتيه. الناس اللي هتقول لي طب وانتي ليه مش جايبه الكيس اللي هو بتاع كريم شانتيه ليه الحلواني ده؟ هقول لك حبيبه قلبي، والله العظيم عملته. جبت الكيس وحطيت فيه كريم شانتيه، وقصيته ان هو ينزل مستحيل، لاني انا مقطعه البسكوت خشن، يعني مكسره البسكوت
خشن، فما نزلش وزهقني، فقلت لا، ليه بقى الواحد يعمل بالمعلقه وخلاص، ولو حصل اي لحوسه كده او اي حاجه منديل كده ونسويها برضك، وهنخلي شكلها شيك وحلو. تمام. ورحت نازله بطبقه من البسكوت وطبقه تانية من الكريم شانتيه. طبعا ما تمليش كوبايه قوي، اعملي حساب ان احنا لسه هنحط شوكولاته على الوش. جميله قوي يا جماعه، اقسم بالله شكلها روعه. تعرفي ان ديت فكره مشروع جميله جدا. الناس اللي هي بتعمل الاوردرات في البيت، بتعمل حلويات في البيت، شوكولاتات في البيت، اعمليها برضك هتبقى جميله جدا ومش مكلفه على فكره. وممكن بدل البسكوت الاوريو هاتي بسكوت ساده وحطي عليه كاكاو وشويه شوكولاته سايحين، هيدوكي نفس نتيجه البسكوت الاوريو بالظبط. بالظبط والله العظيم يا جماعه. يعني عشان لو بس يعني ايه، مش عايزه حاجه مكلفه شويه، يعني تقتصدي الدنيا. زي ما انتم شايفين برضو نظام طبقات، وفي النص كده الاوريو. تمام. هخلص بقى طبعا الكميه اللي معايا دي زي ما انتم شايفين كده، وحبه كده وحبه كده وحبه كده. تمام. الكميه دي علبه البسكوت مع الكيسين، حوالي كيسين او 3 اكياس كريم شانتيه، عملوا معايا بالظبط 5 كوبايات. 5 كوبايات. فانتي بقى طبعا انتي وشطارتك، وانتي وعلى حسب قدرتك وعلى حسب استهلاكك ممكن تعمليه بالبسكوت الساده. زي ما قلت لك، لو انت عايزه تعمليها فكره مشروع، ممكن الناس بتستبدل كمان بسكوت الاوريو ده بالكيكه. اه. تعمل كيكه شوكولاته عاديه، كيكه كاكاو كده وشوكولاته، وتسيبها في التلاجة لتاني يوم، بحيث ايه تبقى فرولة كده او مبرولة شوية، وتروح ايه هريها برضو كده في الكوبايات. بس الاول طبعا الشوكولاتة الاول تزودها كمية شوكولاتة كده وسمنة كده، وتخليها جوسي كده شوية. وبرضو تعمل فكرة الطبقات دي. هروح عاملة ايه دلوقتي؟ زي ما انتم شايفين هنزل بالشوكولاتة اللي انا كنت عاملاها على الوش، وهثبت عليها بسكوتاية اوريو. ودوت البسكوت اللي قلت لكم يا ريت يكون سليم، وعايزينه سليم ويكون على جنب. شلت 3 بواكي كده على جنب. تمام. هروح ايه حاطه الشوكولاته كده زي ما انتم شايفين، وادي البسكوتايه الاوريو في النص. يا نهاري على الجمال يا جماعه، اقسم بالله رائعه رائعه رائعه. انا عملتها في الكوبايه دي ليه؟ عشان خاطر هغطيها، ولو اتحفظت في التلاجة اي وقت لا طعمها يغير ولا ريحتها ولا اي حاجه، وتقعد معاكي زي ما انت عايزه. تمام. هي عملت معايا ما شاء الله الله اكبر 5 كوبايات دول، لان كل واحد فينا احنا 5، عددنا 5، فكل واحد فينا ياخد له واحد. كانت جميلة جدا جدا، وانا بأمر الله هعملها تاني. ودوت برطمان الشوكولاتة، شوفوا قلت لكم هيعمل معايا كيلو غير اللي انا حطيته على البسكوت الاوريو. شفتوا الجمال؟ والله العظيم جميله جميله جميله. بصي بصي بصي، هوريكي بقى تريك مهمه جدا. بصي عشان تعرفي ان هي شوكولاته ناجحه، بصي مخرمه ازاي ومنقطه ازاي، تحفه تحفه تحفه. اتمنى من كل قلبي فيديو النهارده يكون سهل خفيف وبسيط، وكوني خدتي معلومه صغنطوطه حتى من هوبه حبيبه قلبك. تستيش بقى يا امارات بالله عليكم اللايك والشير عشان يوصلكم مني وصفات كتير، وسبسكرايب طبعا، وظبطوني كده، ظبطوني ودلعوني زي ما هوبه حبيبتكم بتدلعكم. بصوا بصوا الجمال، والله العظيم بجد وصفه تجنن حرفيا. تنسونيش بقى يا امارات بالله عليكم. اشوفكم بقى على خير ان شاء الله باذن الله في فيديو جديد، في بس جديد. الله اعلم.